السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبنات طلاب الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنحل مجموعة اختبارات مع بعض على منهج شهر فبراير وشهر مارس، واستعد يا بطل الامتحانات. يلا بينا نشوف النموذج الأول. النموذج الأول بيقول لي رقم واحد بحر اسمه البحر، رقم واحد اسمه البحر الأحمر، البحر الأحمر. اتنين وادي اسمه وادي النيل، وادي النيل. ثلاثة بيئة اسمها البيئة الصحراوية، البيئة الصحراوية. أربعة بيئة على البحر المتوسط يبقى اسمها البيئة الساحلية. السؤال الثاني رقم ب بيقول لي ما المقصود بالأنشطة الاقتصادية؟ الأنشطة الاقتصادية هي كل ما يقوم به الإنسان من أعمال أو مشروعات لتلبية احتياجاته، يبقى هي كل ما يقوم به الإنسان من أعمال أو مشروعات لتلبية احتياجاته. يبقى تاني، ما المقصود بالأنشطة الاقتصادية؟ هي كل ما يقوم به الإنسان من أعمال أو مشروعات لتلبية احتياجاته، كل الشغلانات اللي بيشتغل بها الإنسان عشان يلبي احتياجاته دي اسمها أنشطة اقتصادية. نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لي أكمل العبارات الآتية. بيقول لي تؤثر دوائر العرض على المناخ. اثنين أعلى قمة جبلية في العالم هي قمة إيفرست. قمة إيفرست. من الصناعات التحويلية المنتشرة في البيئة الحضرية في مصر زي صناعة مين كده؟ زي صناعة الحديد والصلب، صناعة الحديد والصلب. شوف السؤال اللي بعده. بما تفسر تميز قارة أفريقيا بشكلها الهضبي. ليه بتتميز قارة أفريقيا بشكلها الهضبي؟ بسبب تعدد الهضاب بها، لأن فيها هضاب كتير، فيها هضبة اسمها هضبة أفريقيا الشمالية، وهضبة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية، وهضبة اسمها هضبة الحبشة. يبقى بسبب تعدد الهضاب بها، بسبب تعدد الهضاب بها الشمالية، زي هضبة مين؟ أفريقيا الشمالية. طيب بيقول لي بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في محافظة الوادي والدلتا. طبعا بسبب التربة الخصبة والمياه الايه؟ العذبة. بسبب التربة الخصبة والمياه العذبة. لا بقول لي من المحافظات الحضرية في مصر. المحافظات الحضرية مين؟ أنا عندي بورسعيد، وعندي الإسكندرية، وعندي القاهرة، وعندي السويس. طب هو هنا جايب لي مين؟ سوهاج والجيزة والسويس والمنيا. يبقى أنا هنا أختار مين؟ هختار السويس. يعد من المحاصيل السكرية في مصر. محاصيل سكرية عندي قصب السكر وبنجر السكر. هو هنا جايب لي القمح ولا الذرة ولا البنجر ولا العنب؟ يبقى البنجر. وجود الأماكن الأثرية بالمحافظة ساعد على انتشار النشاط إيه؟ عندي مناطق أثرية، يبقى ساعد على نشاط مين؟ النشاط السياحي. السؤال اللي بعده بيقول لي أجب عما يأتي. ما النتائج المترتبة على التوسع في المزارع السمكية؟ التوسع في المزارع السمكية أدى إلى زيادة الإنتاج السمكي، أدى إلى زيادة الإنتاج السمكي، أدى إلى زيادة الإنتاج السمكي. تمام؟ وده حقق الايه؟ الامن الغذائي. دلل على صحة العبارة الآتية. تختلف المحافظات في مصر